ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحبوا افلام الاكشن الكوميدي يبقى لازم تتفرجوا على راين جوسلين وايميلي بلانت في احلى فيلم في 2024. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا على القناه لو اول مره. يلا بينا نشوف. الفيلم اللي انا عايز اكلمكم عنه النهارده هو فيلم ذا فول جاي. الفيلم ده متاخد عن مسلسل كان في الثمانينات بنفس الاسم. الفيلم بيتكلم عن دوبلير ده هو الشخص اللي بيعمل كل الحركات الخطر اللي الممثلين بيبقوا خايفين ان هم يعملوا. المسلسل كان بيتكلم عن الشخصيه دي، وبعد احداث كتير قوي جينا دلوقتي في 2024 عشان نقدمه بشكل مختلف. الفيلم اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده بطلنا فيه هو كولد. ده هو الدوبلير اللي كان لممثل اسمه توم ريدر، وكان بيعمل كل اللقطات الخطره اللي موجوده في الافلام بتاعته. كان هو اللي بيمثلها هو كان على اعلى مستوى من المخاطر ومن الكلام ده كله، كان دارس الكلام ده جدا، وكان بيحب جودي. دي هي المصوره بتاعه الافلام. وفي مره من المرات اثناء ما هو ما كان بيعمل مشهد من المشاهد حصلت حاجه خلت ان الواير اللي هو كان مربوط بيه يتقطع ووقع على ظهره وظهره اتكسر، وفجاه كولد اختفى تماما لمده 8 شهور. محدش كان يعرف عنه اي. كان مقرر ان هو مش هيرجع ولا هيشتغل الشغلانه دي تاني، لغايه ما حصل حاجه هو ما كانش يتخيلها، ان المنتجه بتاعه الافلام بتاعه توم ريدر اتصلت بيه وقالت له ان جودي دلوقتي بقت مخرجه، وان هي هتبتدي تخرج ليها اول فيلم، وده من الافلام اللي لازم تبقى فيلم قوي جدا علشان تدخل بيه عالم، وان هي محتاجه حد يكون ستان دوبلير يكون بيفهم كويس جدا في الاكشن علشان يعمل المشاهد بتاعتها. فانا قلت ان انا اكلمك عشان هي عايزاك وفعلا كول بيقرر ان هو يرجع تاني لجودي حبيبته اللي هو سابها وما اداهاش اي اعذار هو ليه اصلا سابها. بس بيكتشف حاجه غريبه جدا، بيكتشف ان المنتجه بتقول له ان بطل الفيلم توم ريدر بقاله كذا يوم ما بيجيش وهم مش عارفين هو، وبما انك انت كنت اكتر صديق ليه، كنت اقرب حد ليه، فاحنا محتاجينك انك تدور لغايه هنا. مش اي مشكله. فعلا كولد بيقرر ان هو يروح يدور على توم ريدر. اثناء بقى ما هو بيدور على توم ريدر حصلت حاجه هو ما كانش يتخيلها. حصل ان قعد يدور على توم ريدر وابتدى يقع في مشاكل، وهنشوف شويه اكشن في الفيلم وهو بيدور على توم ريدر انتوا لا تتخيلوا. طبعا احنا بنتكلم على دوبلير بتاع مشاهد خطر، طبيعي جدا الاكشن بتاعه هيبقى مختلف عن اي اكشن انتوا ممكن تشوفوه تاني. واثناء ما هو ما بيدور لقى نفسه ان هو متورط في جريمه قتل، ولازم يدور على اي حاجه تطلعه من جريمه القتل. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل مع كول؟ بس انا عايز اقول لكم على حاجه، ان هو بيكتشف اثناء الرحله دي ان هو كان في كذبه كبيره قوي، وان في حد ورا الموضوع ده كله، وهو السبب في انه يرجعه تاني، ان هو السبب في ان هو يلبسه جريمه القتل. هيكتشف بقى ان توم ريدر اصلا ولا مختفي ولا اي حاجه، وان كل اللي بيحصل ده متدبر له اصلا من الاول. تعالوا بقى نتكلم عن الحاجه المهمه جدا في الفيلم، هي مخرج الفيلم. المخرج ديفيد ليتش. المخرج ديفيد ليتش ده هو كان مصمم المعارك في جون ويك وديدبول. فانتم متخيلين ايه هو مصمم المعارك في جون ويك وديدبول؟ يعني انتوا هتشوفوا اكشن ما شفتوهوش قبل كده. الاكشن اصلا مختلف، ومش هي دي بقى حلاوه الفيلم. حلاوه الفيلم حاجتين، ان هو فيلم اكشن كوميدي ورومانسي، وفي نفس الوقت كمان هو بيوريك عالم الافلام بيتعمل ازاي. هو بيدخلك فيلم جوه فيلم، يعني انت بتتفرج على فيلم وهم اصلا بينتجوا فيلم جواه، بالتصوير بالكاميرات بالدوبلير بكل حاجه. هتدخل العالم بتاع السينما ده اكنك بتتفرج على السحر ده من جوه بقى. وعايزين بقى نتكلم عن الممثل العبقري راين جوسلين. الممثل ده في الكوميديا تحفه، وفي الاكشن تحفتين بصراحه. وايميلي بلاند برضو عامله معاه دور جامد جدا، وهما الاثنين الكيمياء اللي ما بينهم باينه قوي في الفيلم. فيلم فول جاي موجود دلوقتي على كل المنصات ونازل بجوده عاليه جدا. انصحكم انكم فعلا بجد مش هتملوا من الفيلم خالص. فيلم الاكشن بتاعه رهيب جدا، فيلم الكوميديا اللي حلوه قوي، والرومانسيه بقالنا كتير قوي ما اتفرجناش على الرومانسيه بالشكل ده. يعني ده كان ترشيح ليكم للفيلم ده، واحب اشوف ارائكم وتعليقاتكم في القناه. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا على القناه عشان يوصل لكم كل سلام.